عارفين الجواز بقى صعب ليه على الطرفين؟ علشان جهاز العروسة بيعدي 300,000، اللي البنت هتستهلكه لا يتخطى 50,000، والباقي مركون تحت السراير وفوق الدولاب، وفي حاجات ملهاش لازمة بس بتيجي علشان المنظرة وعلشان يقولوا دي جابت 20 عربية محملين جهازها وجابت وجابت وجابت. علشان 30,000 العريس بيصرفهم في الخطوبة ملهمش أي لازمة ومن غير فايدة، وممكن يفرحوا بالقليل. علشان 20,000 بيتصرفوا على السيشن والفستان والميك اب والفرح، علشان ما يبقاش اقل من بنت عمها ولا جارتها ولا صاحبتها. مش مهم ساعتها الغلبان ده هيجيب منين، علشان احنا كمجتمع ريفي بنصرف اضعاف امكانياتنا الماديه علشان بس المنظره، ويقولوا بنت فلان جابت وبنت فلان ابوها عمل، وعلشان نعمل زي الناس، عشان كلام الناس بس، ومحدش يقول اننا اقل منه او شوف ابوها جايب لها ايه او فين اللي ابوها جايبه لها. الزواج سهل وباقل امكانياتنا ممكن نجهز، وممكن من غير اي امكانيات كمان، بس احنا اللي بنسيب الاصل وندور على الصور والمناظر والفشخره اللي ملهمش اي لازمه، في ظل ان في ناس بتلجأ انها تجيب الاجهزه بالقسط لمجرد ان هم يجيبوا حاجات زي جهاز فلانه او بنت فلان، علشان كلام الناس اللي دايما عاملين له حساب وهو اللي دايما بيجيبنا ورا. الاصل في الزواج السكينه والستر وتجنب الفتن والموده والرحمه والاحساس بالمسؤوليه، وان يكون القلب على القلب، علشان دي رحمه ربنا سهلها علينا واحنا اللي بنصعبها على نفسنا، وكل مدى بنتجاشع ونتزايد فيه ونخلق فرائض وتكاليف غير مشروعه ولا ليها اي لازمه، وعواقبها اننا بنورط نفسنا في حاجات احنا مش قدها. يسروا ولا تعسروا، والله الدنيا سهله وبسيطه واحنا اللي مصعبينها على نفسنا. بطلوا تعملوا حساب للناس والمظاهر، ربنا يحاسبنا على كل ده والله، على الاسراف والتبذير والتكاليف، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.